واضح ان الفوز ببطوله في توتنهام ما كانش هو كفايه ان هو يسيب بوستيكوجلو في مكانه للموسم الجديد بعد الفوز على مانشستر يونايتد في فاينل اليوروبا ليج. وراح البوستيكوجلو وجه توماس فرانك، ودي حلقه جديده من برنامج عين على الانجليزي اللي بنتكلم فيها كل فريق في البريمير ليج في حلقه منفصله لحد ما السيزون يبدا. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب، ويلا بينا نبدا الحلقه. توتنهام الموسم ده اتعاقد مع 4 لعيبه بالظبط. هو جواو بالينا، محمد قدوس، كوتا تاكاي، وفوسكوفيتش وكوتا تاكاي دول 2 مدافعين صغيرين لسه جايبينهم، لعيب كرواتي ولعيب ياباني. بيتقال عليهم بوتنشال قوي جدا، بالذات كوتا تاكاي اللعيب الياباني بيتقال عليه بوتنشال مرعب بصراحه، يعني الكلام عليه كتير. محمد قدوس طبعا اضافه كبيره قوي قوي لتوتنهام، لعيب جامد قوي من ويست هام، كان طالع من سيزون وحش قوي مع الفريق، ولكن الموسم اللي قبليه كان عامل سيزون حلو قوي. واللاعب التاني هو جواو بالينا، راح بايرن ميونخ قعد دكه ما لعبش خالص السيزون ده. هل عودة للبريمير ليج بعد مستواه يعني مش طبيعي مع فولهام من السيزون اللي قبليه؟ هل بقى هنشوف نسخة من بابي ماتار سار، جواو بالينا بيسوما؟ انا ما اعتقدش بيسوما، ان بيسوما اصلا كان في كلام ان هو ماشي. طب ارش جراي هل هيكون اساسي؟ بس فرانك مدرب يعني براجماتي جدا، يعني مدرب ملوش شكل معين وبيلعب في الاغلب على حسب الخصم اللي قدامه. انا بحب المدرب ده، ولكن ده مش ستايل المدربين المفضلين بالنسبه لي. توماس فرانك هيفرق جدا مع توتنهام السنه دي، ده رايي. مدرب كويس قوي، مدرب هينقلهم، مدرب مع التشكيله الموجوده ممكن يقدم اداء احسن. ولكن توتنهام عدى بحاجتين هو ما كانش متوقعهم خالص: اصابه ماديسون بالصليبي وخروج هيونج مين سون. دول حاجتين ما كانش الفريق متوقعهم ولا كان معمول حسابهم السنه دي خالص، وحصلت فجاه. والفريق محتاج دلوقتي يتصرف، الفريق محتاج وينج تقيل، الفريق محتاج بلاي ميكر بعد التعاقد مع جيبس وايت اللي باظ في اخر لحظه ده. وانا مش فاهم بصراحه باظ ليه لحد دلوقتي، يعني مش قادر اجمع الفكره بالظبط، ولكن باظ خلاص. الفريق محتاج بلاي ميكر ضروري ضروري لازم، ان الفريق ممكن يعمل سيزون وحش قوي بسبب صفقتين زي دول. محتاج تدعم توماس فرانك اكتر من كده، انت اعتبر ما جبتوش غير قدوس وبالينا لحد دلوقتي. الفريق محتاج لعيبه احسن من كده، محتاج كواليتي اعلى من كده. وفي كلام ان ريتشارلسون احتمال كمان يمشي، فلسه هنشوف. انا اعتقد موسم انتقالات توتنهام لسه في كلام ان هو، اعتقد هو لسه ما بداش اصلا، يعني الدنيا هاديه قوي هناك. خلينا نشوف ايه اللي هيجرى. ولكن بقى حته كده للفانتزي، هات مدافع من توتنهام توماس فرانك، ضربات الثابته عنده مرعبه، فدي حاجه لازم تكونوا عاملين حسابكم فيها. بس كده، ودي حلقه جديده من برنامجكم يعني انجليزي. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب، وقول لي في الكومنت عايز نتكلم عن ايه الحلقه الجايه. وبس كده، يلا سلام.